ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده ان شاء الله هنعمل كيكه الذره او كيكه البسيسه او البسيسه. هنعملها بطريقه حلوه قوي. اول حاجه كده تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا الفيديو بتاعي النهارده. مكونات بسيطه قوي متوفره في كل بيت. حطيت هنا كوبايتين من الدقيق الابيض العادي، وحطيت هنا 3 كوبايات من دقيق الذره الاصفر. انا هنا عامله صينيه ما شاء الله كبيره، فهكتب لكم مقادير الصينيه الصغيره برضو قد ايه في الكومنتات، خلاص، او في صندوق الوصف. حطيت هنا كوبايتين من الدقيق الابيض وثلاث كوبايات من الدقيق الذره اللي هو الدقيق الاصفر، او دقيق الذره. وحطيت رشه ملح وكيس من البيكنج باودر او الكيك شيف. قلبت كل المكونات الجافه كده مع بعض، قلبت كل المكونات الجافه زي ما انتم شايفين. وبعد كده تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني في الفيديو ده. ان شاء الله هيعجبكم، طريقته سهله جدا ونتيجته مضمونه قوي قوي قوي. هنا جبت 4 بيضات بدرجه حراره المطبخ. لو انت ما عندكيش لو انت عندك البيت كبير هتحطي 3. انا هنا كان عندي البيت حجمه صغير فحطيت 4 بيضات. وهحط معاهم كمان كيسين من الفانيليا، فانيليا البرتقال. عايزه اقول لكم فانيليا البرتقال دي خطيره بجد. حطيت منها كيسين عشان انا عندي زي ما قلت لك ما شاء الله انا عامله صينيه جامبو، فالصينيه الاصغر هتاخد تحطي كيس واحد وتحطي بالتاني 2. خلاص. وبعد كده بدات انزل بالسكر. حطيت هنا كوبايتين وربع من السكر برضو عشان انا حجم الصينيه كبيره، وهكتب لك مقدار الصينيه الصغيره قد ايه في صندوق الوصف باذن الله. بدات بقى نضرب كل الكلام ده بالكب او بالخلاط او في شفشق الخلاط لغايه ما يفتح معاكي بالطريقه دي. بعد كده نزلت بشعره من لون الزعفران. لون الزعفران ده بيديكي لون حلو قوي قوي، بما ان هي بدقيق ذره اصفر وكمان بطعم البرتقال. وبعد كده نزلت بكوبايه زيت كبيره، كوبايه زيت اللي هي 250 مللي. وبعد كده نزلت بكوبايتين من الزبادي. عايزه اقول لك ان الزبادي ده ادى الكيكه طراوه خطيره بجد، كان تحفه بجد. بدات ان انا اضربهم برده كويس جدا جدا بالخلاط. وبعد كده هحط عليهم كوبايه من اللبن، نفس الكوبايه اللي انا استخدمتها في في المعيار بتاع الدقيق، هو نفس الكوبايه اللي استخدمتها في معيار السوائل كلها. تمام، يعني الكوبايه تبقى موحده في كل حاجه. بدات ان انا حطيت كوبايه اللبن ويكون لبن عادي بحراره المطبخ. وبدات ان انا اعمله اضربهم برده في الخلاط كويس جدا. بعد كده جبت الخليط السائل ده كله نزلت بيه على الدقيق اللي احنا كنا محضرينه او المواد الجافه اللي احنا كنا محضرينها. وبالمضرب اليدوي عادي بقى هدخل كل المكونات في بعضها. المكونات دي او المقادير دي مظبوطه بالشعره على حجم الصينيه اللي انتوا هتشوفوها ده، مظبوطه بجد، مظبوطه قوي قوي. هكتب لكم برده الصينيه الاصغر بتاخد قد ايه بالظبط، وامشوا على نفس المقادير بالظبط. بدات بقى ان انا هنا اجيب الصينيه بتاعتي وارشها كده بالزيت دهنه بسيطه قوي عشان بس ما تلزقش معايا لما تستوي. دهنه بسيطه جدا يعني مش عايزاها تكون باينه. خلاص. وبعد كده اجيب بقى الخليط بتاعي وابتدي انزل بيه على طول في الصينيه. بصوا الخليط سمكه تحفه ازاي، سمكه مظبوط جدا جدا. كيكه الذره بتبقى غير الكيكه العاديه، بتبقى الخليط بتاعها اسمك شويه او اتقل شويه. خلاص. بدات ان انا انزل الخليط كله زي ما انتم شايفين، وهمسك الصينيه بتاعتي طبعا اخبطها كده خبطتين 3 اطلع كل الهواء اللي فيها. وطبعا قبل ما اشتغل انا مولعه الفرن بتاعتي على درجه حراره 180. بصوا الجمال بقى هنا. عايزه اقول لكم ان هي كده لسه دافيه، يعني ما بردتش للاخر بس طالعه خطيره. بصوا الصينيه ما شاء الله، الصينيه دي كبيره. هوريكم الصينيه الاصغر منها بعد كده في فيديو، بعد كده هوريكم حجم الصواني اللي عندي. بدات انا بحب بقى بعد ما تبرد كده اقطعها مربعات على طول، بحيث ان عايز قطعه ياخدها على طول. عايزه اقول لكم ان اساسا انا كنت عاملاها عشان نفطر بيها مثلا تاني يوم مع الشاي، هي اتاكلت في يوميها الحمد لله. هنا هطلع لكم بقى قطعه وتعالوا شوفوا بقى الجمال بتاعها وارتفاعها قد ايه، ومدى الطراوه اللي فيها من الزبادي اللي احنا حاطينه. الزبادي فرق جدا، مش مفروله، مش بتفرفت معاكي لما بتيجي تعمليها. عايزه اقول لك ان هي لسه دافيه، يعني كل ما هتبرد كل ما هتطلع معاكي من غير ما تتفرفت كده. خلاص. بصوا تعالوا نطلع قطعه تانية. بصوا تحفه ازاي، خطيره بجد، حلوه قوي وتسويتها خطيره على درجه حراره 180. ما تفتحيش عليها الفرن خالص غير لما تشم الريحه بتاعتها، وتختبريها بعود ستيك او كمان او بسكينه او بحرف سكينه. يا رب الفيديو يعجبكم وانتظروني الفيديو اللي جاي.